السلام عليكم يا صديقي. بص يا صديقي، انا جاي النهارده اكلمك عن نوع من انواع ابيار، نوع من انواع الابيار، هو اسمه بير نزول المقتنيات. يعني ايه يا صديقي بير نزول المقتنيات؟ هو البير اللي نزلوا من خلاله التابوت والمقتنيات والاساس الجنائزي، وده اسمه نزول المقتنيات اثريا بدون اهانه. تمام؟ اهانه ايه؟ اللي هو التابوت والحاجه ما تتخربش وكده. تمام؟ طب عمل ايه يا عم احمد؟ عمل بير كبير زي اللي انت شايفه كده مربع الشكل، تمام؟ وعمل حواليه بير اصغر منه او اكتر من بير اصغر منه حواليه، تمام كده؟ البير ده والبير ده متصلين بحاجه اسمها مجرى. المجرى ده مسدوده بحاجه اسمه خابور او فتيل، تمام؟ فيملى المكان ده رمل للاخر، تمام؟ ويحط عليه التابوت والمقتنيات والاساس الجنائزي، ويروح يشيل الخابور او الفتيل من الابيار الصغيره اللي حوالينه، تمام؟ فيقوم الرمل اللي هنا نازل ومتفرغ في الابيار اللي هناك، وتقوم المقتنيات والتابوت والاساس الجنائزي ينزل لتحت بدون اهانه وبدون ما يحصل لها اي شيء. طب هل التابوت ده متصل بغرف الدفن؟ لا، هو متصل بشيء. هل البير ده متصل بغرف الدفن؟ لا، هو متصل بشيء متصل بغرف الدفن. تمام كده؟ تمام كده. يبقى يشرط ان البير يكون مربع الشكل، حواليه ابيار اخرى اصغر منه حجما، تمام؟ يكون ما بينهم مجرى في النص ما بين البير الصغير والبير الكبير، وده عشان الرمل يخش من خلاله. فطبعا مجرد ما الرمال تنزل في الابيار الاخرى تلاقي حضرتك ان المقتنيات نزلت تحت بدون اهانه وبدون ما تتخربش وبدون ما يحصل لها اي شيء. طيب هيطلع لي حد يقول لي ده مش بير نزول مقتنيات، ده مش عارف. احنا ده البير لو من وجهه نظرك انت هو مش بير مقتنيات، فاحنا جبنا بس كشكل ان احنا نشرح عليها المعلومه، بس هو بير نزول مقتنيات. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.